الفترة الأخيرة شايفين التنافس القوي ما بين الإعلام المصري والسعودي، وكل واحد بيثبت من وجهة نظره إن الدوري المحلي بتاعه هو الأقوى عربيا. ولكن الحقيقة لو نيجي للحق، الدوري السعودي أقوى من المصري في الوقت الحالي، خاصة بعد تحويل الدوري المصري لفرق شركات. ولكن الدوري السعودي بقى ليه قيمة وبقى ليه وزن قوي جدا بعد ما قدر يشتري لعيبة كتيرة جدا من أوروبا، ومش لعيبة عادية، ده اشترى نجوم أوروبا حرفيا. فبقى الدوري بقى فيه منافسة قوية جدا. اما الدوري المصري ما كانش محتاج انه يشتري لعيبة من اوروبا. الدوري المصري قوي من زمان، ولكن قوي بأنديته الشعبية. لما كان الدوري في المحلة والبلدية والمنصورة والاسماعيلي والاتحاد والاولمبي وغير الاهلي والزمالك والقوة الشعبية الكبيرة، وكان وقتها فعلا الدوري المصري هو الاشرس في المنطقة العربية، وديربي الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي هو الاقوى في المنطقة العربية. فانت عملت لنفسك قيمة وقلت ان انت الاقوى علشان شوية فلوس اشتريت بيها من بره. اما انا كدوري مصري من غير فلوس كنت الاقوى عادي جدا. ولكن للاسف منظومة الرياضة في مصر بقت سيئة جدا. والله يمسيها بالخير، وكفاية عظمة لحد كده.